المعسكر، فنادى على إيمي بغضب شديد وسألها فيما كانت تتحدث معه عليه، لكنها نفت ذلك. طلب منها تنظيف زنزانة سجين قذرة لأنها الوحيدة المتاحة للعمل. رفضت، لكنه أصر وأوضح أن لا فرق بينها وبين الحراس الذكور. نبهها أن تتعلم الجدية وألا تتحدث مع المعتقلين. في يوم عطلة إيمي ذهبت إلى حانة قريبة لتشرب، لعل التوتر والحزن على ما يحصل في المعتقل أن يختفي. قابلت في الحانة زملائها الآخرين، أخبرتهم عما حصل، وعندما عادت إلى عملها في اليوم التالي استدعاها القائد الأعلى وسألها عن علاقتها بالمعتقل عليا. سألها القائد: هل تحبين معسكر غوانتنامو؟ أجابته بنعم، أحبه. ضحك بسخرية وقال لها: أنا أكرهه، من المؤكد أن لا أحد منا يفتخر بوجوده في هذا المكان، لكن أنا قائدي هو من أمرني بأن آتي إلى هنا فأتيت.